مع حضراتكم دكتور إيهاب سفين، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمعهد السمع والكلام ومركز ايجنت. الحقيقة النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا يهمنا كلنا، وموضوع ضعف السمع بالنسبة للأطفال حديثي الولادة. مشكلة اكتشاف ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة كانت قبل كده هي نوع من أنواع الدايلما. هناك فحص واجب بيتعمل لجميع الأطفال حديثي الولادة، الاكتشاف المبكر لضعف السمع، وده بيتم بما يسمى بالانبعاث الصوتي، وده اختبار بسيط جدا بنعمله، وده في الحقيقة خلانا نقدر نشخص المشكلة من بدايتها في وقت مبكر جدا. لو لقينا في مشكلة في الانبعاث الصوتي، وده اختبار بسيط جدا بيتعمل لحديثي الولادة، بننتقل لمرحلة تانية ان بنعيده تاني بعد اسبوعين ثم بعد شهر. لو لقينا لسه المشكلة قائمة بنضطر ان احنا نحوله على ما يسمى بالتيرشري سنتر، اللي هو مراكز متخصصة، علشان نعمل بحث اخر متقدم نعرف بيه اذا كان فعلا في ضعف في العصب السمعي ولا لا، وهو ما يسمى ب ABR او مقياس سمع بالكمبيوتر.